ما انت لو كنت بتهتم، ما انت لو كان عندك دم، ما انت لو بتدفع فلوس اللعيبة يا عم ما كانش توقف الزمالك تاني. ما انت لو كنت بتهتم، ما انت لو كان عندك دم، ما انت لو بتدفع المستحقات يا عم ما كانش ضاع الزمالك تاني. ايقاف جديد يضاف الى سجل ايقافات نادي الزمالك، ايقاف جديد عن القيد للمرة الثالثة ولا الرابعة عشان يضيع الزمالك يا وديع. خالد بوطيب بينتقم من نادي الزمالك، وكاراكاس بتطلب مستحقاتها من نادي الزمالك، والاهلي بيطلب طلب غريب من اتحاد الكورة، ومحمد صلاح بينقذ النادي الاهلي، والدنيا خربانة في الزمالك، والانتخابات خلاص اعلنوا عنها وفتحوا باب القيد للترشح، لكن الكل بيسارع للترشح. ما تعرفش مين اللي نازل من كترهم ومن يعني العدد الكبير أوي اللي طمعان في الكرسي. الكل عبد مشتاق والكل طمعان يبقى بيدير نادي الزمالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وأخواتي متابعين ومشاهدين أفراد أسرة ملعب أفندينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ووحشتوني. وكالعادة لا يحلى الكلام إلا بذكر خير الأنام رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. مستني إيه يا أبو الصحابة عشان تدعم أخوك باللايك الجميل اللي هيوصل صوتنا للدنيا كلها. واللي لسه ما اشتركش في القناة فضلا منك وليس أمرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من افراد اسره ملعب افندين. نخش في موضوعنا بقى. طب يلا بينا. بص يا سيدي، نادي الزمالك جمهوره خلاص بقى عايش في حالة حزن رهيب. جمهور نادي الزمالك بيصحى من النوم يقول يا رب صبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا. الناس كلها بتصحى تدور على شغلها او تدور على خبر سعيد. جمهور الزمالك بيفتح يقلب في الصفحات عشان يشوف احنا مديونين لمين النهارده، ايقاف جديد ولا مفيش، في كارثة جديدة جوه الزمالك ولا الامور هادية النهارده. لكن كعادتنا بنلاقي كوارث يومية، وكارثة النهاردة مش كارثة واحدة، دول كارثتين. خطاب لنادي الزمالك يا إما بالدفع أو تغليظ العقوبة وإيقاف القيد. ندفع لمين يا عم؟ يا عم قول بقى هندفع لمين؟ خالد بوطيب اللي كان خد حكم على نادي الزمالك ب2,650,000 يورو. كم؟ 2,650,000 يورو. ليه؟ ليه يا ابو طيب؟ ده انت كنت راجل طيب، ليه كده يا ابو طيب؟ هقول لك، الزمالك يا سيدي ما ادالوش مستحقاته، ده غير يعني مكافأة الفوز بالكونفدرالية، شوية مستحقات كده، فاللعيب راح اشتكى وفعلا خد حكم، لكن معالي المستشار الجهبذ الجبار عمل استئناف عن الحكم ده عشان احنا ما عليناش فلوس يابا. ايوه احنا رايحين ورقنا سليم. حلو. ايه اللي حصل بقى عشان يبعتوا لنا الجواب الكارثي ده؟ اللي حصل ان الزمالك ما دفعش 25,000 فرنك تمن الاستئناف. نعم، وربنا ما دفعنا ال 25,000 فرنك، عشان كده بعتوا لنا الجواب النهارده، يا تدفعوا ال 25,000 فرنك بمده اقصاها اسبوعين، يا اما هيتحكم عليكم ب 3 مليون يورو وايقاف قيد. يعني احنا مش عارفين ندفع يا اخوانا 25,000 فرنك، هندفع 3 مليون يا اخوانا. حرام عليك. هو النادي ده ملوش اهل يسالوا عليه؟ هو النادي ده ايه يا اخوانا؟ الناس اللي عايزه تنزل الانتخابات، هو انتم مش شايفين الدنيا فيها ايه؟ ما علينا. طب ده خالد بوطيب. تعالى بقى، مين نادي كاراكاس ده؟ في اليونان ده ولا ايه كاراكاس ده؟ إيه ده؟ مرهم؟ يعني حاجة للبشرة نروح نجيبه من الصيدلية؟ لا يا سيدي، ده نادي كاراكاس ده نادي كان بيلعب فيه المهاجم الأسطورة العملاق قاهر المدافعين قاهر الشباك سامسون أكينولا. الكابتن سامسون أكينولا علينا مستحقات لنادي كاراكاس بسببه تقدر ب150,000 دولار. 150,000 دولار على الزمالك لنادي كاراكاس يا ولاد. يا دي الحلاوه. ايه الحلاوه دي؟ عارفين الراجل اللي كان بيقول يا حلاوه؟ هو ده اللي بيحصل في الزمالك لما تبقى مديون لنادي اسمه كاراكاس ما سمعتش عنه في طبق اليوم ب150,000 دولار وبيشتكيك.
يبقى عليه العوض ومنه العوض. مش بس كده، ده سامسون ده نفسه اعلى مرتب خده في حياته كان 4000 دولار. ابقى انا مديون للنادي اللي كان بيلعب فيه ب 150,000 دولار. ليه يا معالي المستشار؟ ليه كده يا اخوي؟ ليه اللي انت بتعمله فينا ده؟ يلا المهم اعلنوا الترشح عن او فتح باب الترشح لانتخابات نادي الزمالك، وإذ فجأة كده الكل رايح يرشح نفسه. ده مش عارف مين على فلان على علان، ما تفهمش. هما الناس دي يعني رايحين ليه؟ الناس دي فيهم ناس ما ينفعش تعدي اصلا من قدام بوابة النادي. كل من هب ودب عايز الكرسي، الكل بقى عبده المشتاق، والكل شايف ان الساحه فاضيه دلوقتي وهي جت علينا. يعني ده مرتضى منصور اللي كانوا بيقولوا عليه اهلاوي كان بيدير النادي، ده مش عارف مين الاهلاوي جه داير النادي، ده عادل العناني بيدير النادي. ما انا هدير انا هو الاداره ايه يعني؟ ده شويه عن يلا. وهيحصل ايه في الزمالك اكتر من اللي فيها؟ هيخرب. ما انا هقول انا كنت واخده خربان، هيتوقف كده. ما ده موقوف يا اخوانا، مش هياخد بطوله واحنا كنا بناخد يعني. فالكل بيرشح نفسه ومولد وصاحبه غايب، ومحدش حاسس بالجمهور الغلبان اللي بيصرخ كل يوم من الحزن على النادي العظيم، النادي العملاق، نادي الزمالك. اتقوا الله فينا شويه. ده كانت اخبار نادي الزمالك. نخش بقى على النادي الاهلي اللي بيطلب طلب غريب، طلب عجيب، طلب كله جبروت على اتحاد الكوره، وبيقول لهم انا الاقوى وانا اللي هدير الكوره في مصر. تعالوا لي كده اتحاد وعرفوني هو ليه محمد صلاح ما انضمش للمنتخب. نعم، محمد صلاح ما انضمش ليه يا اخويا للمنتخب؟ ها؟ عرفتوني ان هو مش هينضم؟ طب هو السؤال هنا قبل ما نخش ونربط بين الموضوعين واعرفك، هو الاهلي ليه عمل كده؟ هو الاهلي ماله؟ محمد صلاح ينضم؟ محمد صلاح ما ينضمش؟ محمد صلاح هيلعب؟ محمد صلاح ما يلعبش؟ مش في مدير فني المفروض انه بيختار؟ ولا المفروض ان المدير الفني يستشير النادي الاهلي اختار مين وما اختارش مين؟ طيب محمد الشناوي مثلا انضم للمنتخب، لو جه المدير الفني ولعب محمد صبحي، النادي الاهلي من حقه يستفسر الشناوي ابن ما لعبش ليه؟ ايوه احنا الشناوي ما لعبش ليه بقى يا فيتوريا؟ انت مفكر نفسك مربى ولا ايه؟ ايوه عايزين نعرف محمد صلاح ما انضمش ليه. طب هو ليه اصلا الاهلي عمل كده؟ الاهلي بيحرج اتحاد الكوره عشان الاربع لعيبه بتوعه اللي انضموا للمنتخب، والاهلي مش عايز يخليهم ينضموا للمنتخب عشان السوبر الافريقي. ولكن اتحاد الكوره او بالاصح يعني المدير الفني متمسك بالاربع لاعبين. فالنادي الاهلي قال لهم الله، يعني انا عندي بطولة وبطولة قارية ويعني حاجة همثل فيها مصر، فترفضهم ان الاربع لعيبة بتوعي اريحهم، انما محمد باشا صلاح ارتاح يا ابني، ارتاح يا ابني يا نين عين. اصله بيفكر يا ابني في عرض الاتحاد. طب ما هو بيلعب النهارده وجايب جون وعامل اسيست، والولد بسم الله ما شاء الله بيقدر يفصل عن كل حاجة وبيركز في الملعب. بس ليه محمد صلاح ما ينضمش؟ هو الاهلي بيبعت رسالة ان الاهلي بيتحارب او الاهلي اتحاد الكورة بيعنده، لكن الحقيقة ان الاهلي هينتصر كالعادة. الاهلي بيعرف يدير اتحاد الكورة صح، وبيعرف يعلمهم الادب صح، وبيعرف ياخد حقه حتى لو مش حقه وبيعتبره حقه بيعرف ياخده صح. لحد هنا بتنتهي حلقتنا، ويا رب تكون الحلقه نالت اعجابكم، ويا رب نكون دايما عند حسن ظن سيادتكم. واللي لسه ما دعمش اخوك باللايك فضلا منك وليس امرا ادعم اخوك باللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناه فضلا منك وليس امرا اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من افراد اسره ملعب افندينا.